أهلا بيكم. معكم رانيا دهب، والنهاردة هنحضر مع بعض معشوقة الجماهير المكرونة بالبشاميل. هنحضرها النهاردة بقطع اللحم وبطعم وريحة زمان، وبنكهة البشاميل الأصلي اللي بيخلي صينية المكرونة بالبشاميل ما يختلفش عليها اتنين من جمالها. أحلى وصفة مكرونة بشاميل هيدوقوها من إيدي. النهاردة هنحضرها بدون تعقيدات وبشاميل بدون تكتلات، يعني لو أول مرة تعملي مكرونة بالبشاميل هتكوني محترفة فيها بعد الفيديو ده. يلا بينا نشوف الجمل ده اتعمل ازاي. بس من فضلكم اعملوا لي لايك للفيديو ده واشتركوا في قناة اليوتيوب وصفة من دهب مع رانيا دهب، واضغطوا على علامة الجرس اللي تحت الفيديو على طول وخليها على الكل علشان يوصل لكم اشعار بالوصفات الجديدة. وما تنسوش تتابعوني على صفحة الفيسبوك باسم رانيا دهب. يلا بينا نشوف الجمل ده اتعمل ازاي. عندي هنا مكرونة بينا المتعارف عليها لوصفات المكرونة بالبشاميل، في منها حجمين، أنا استخدمت النهاردة الحجم الصغير. وعندي هنا معلقتين من الملح عشان نضيفهم على المية اللي هنسلق فيها المكرونة، ومش هنضيف زيت علشان البشاميل ما يتزحلقش من على المكرونة. في حلة على النار حاطين فيها مية تكفي لكمية المكرونة اللي هنستخدمها ان هي تكون مغطياها. هنستناها لما تغلي شوية وهنحط فيها معلقتين الملح اللي قلنا عليهم، وهننزل بعد ما المية تغلي بكيلو إلا ربع من المكرونة البنة بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. مش هنقلب في الأول، يعني أول كام ثانية كده مش هنقلب، وبعدين هنقلب ومش هنخليها تستوي سوا كامل، يعني هنطلعها وهي تكون فيها قرشة بسيطة كده، لأن ما ننساش إن هي لسه هتكمل سواها في الفرن. أول ما توصل للقوام ده أو للوقت ده، يعني مثلا على حسب ما مكتوب في العبوة، لو مكتوب 8 دقايق يبقى انت خليها 5 دقايق بس. هترفعيها بقى من على النار وتشطفيها لو مكتوب على العبوة بتاعتك ان المكرونة لازم تتشطف، وتطلعيها تبقى بالشكل ده. يعني لما تمسكي الواحدة وتتنيها كده تلاقيها ماسكة نفسها، ما بتتقطعش بسهولة، بترجع مكانها تاني. ولما تقطعيها اتنين تحسي ان قطعتها يعني فيها قرشة كده زي ما بيقولوا، يعني فيها ماسكة بسيطة كده. هو ده القوام اللي احنا عايزينه. خلصنا كده سلق المكرونة، هنخليها على جنب واقول لكم على اللحمة. عندي هنا كيلو من اللحمة انا مقطعاه صغير خالص بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. اخترت النهاردة اعملها بقطع اللحم لانها بجد بيبقى طعمها حلو جدا. من وجهة نظري انها بتبقى احلى كمان ما تعمليها باللحمة المفرومة. بس لو عندك لحمة مفرومة هتشتغلي بيها عادي جدا بنفس كمية المكونات اللي هنقولها بعد شوية. في طاسة على النار تستوعب كمية كيلو لحمة، وبالخضار اللي احنا هنحطه هضيف فيها حوالي 5 معالق كبار من الزيت ومعلقة كبيرة مليانة من السمنة. طبعا اللي عايز يستخدم الكمية كلها زيت يقدر، اللي عايز يستخدم الكمية كلها سمنة يقدر، اللي عايز يستخدم زبدة برضو ينفع، يعني كل اي مادة دهنية عندك تنفع. هبتدي اول ما السمنه تسخن والزيت هبتدي انزل باللحمه على طول، ما ينفعش ننزل باللحمه والسمنه لسه ما سخنتش علشان نقدر نحبس السوائل جوه اللحمه واللحمه ما تشدش مننا وتبقى جوسي كده واحنا بناكل. هفردها كده على كامل الطاسه علشان اللحمه كلها تاخد حراره واحده، وبعدين هبتدي اقلب فيها لحد ما تاخد اللون اللي قدام حضراتكم ده. واول ما تاخد اللون الموحد ده هبتدي انزل بالتوابل. عندي هنا معلقة صغيرة مليانة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، 3 ورقات من اللوري اللي هو ورق الغار، ربع معلقة صغيرة من جوز الطيب، نص معلقة صغيرة من الهيل المطحون اللي هو الحبهان، لو متوفر. مش متوفر يبقى هنحتاج حبيتين من الحبهان ونفتحهم قبل ما نضيفهم، ومعلقة صغيرة من السبع بهارات أو بهارات اللحمة، أي حاجة فيهم متوفرة ممكن تضيفيها. وهقلب بقى البهارات مع اللحمة بالشكل اللي قدام حضراتكم ده، وتشمي بقى ريحة الروايح الجميلة اللي طالعة من البهارات مع اللحمة. وبعد كده هضيف 3 بصلات كبار متقطعين صغير بالشكل اللي قدام حضراتكم ده، واقلب برضو لحد ما البصل ياخد اللون الذهبي اللي هتشوفوه بعد شوية. الطريقة دي في تحضير اللحمة بتخلي طعم اللحمة في منتهى الجمال. ده غير ان احنا يعني بنتأكد ان اللحمة كده استوت تماما، لان هي مش لحمة مفرومة. اللحمة المفرومة بتاخد وقت اقل في السوى، لكن لما نمشي بالطريقة دي في اللحمة القطعة اللي احنا عاملينها بتكون استوت تماما وبدون مية وبدون اضافة اي حاجة تخليها تستوي، غير ان هي بنحمرها كده مع الخضار والبصل وبالطريقة اللي احنا قلنا عليها. وكده وصلنا ان البصل بقى لونه ذهبي بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. هنبتدي دلوقتي نضيف معلقة صغيرة من الثوم المفروم او 3 فصوص ثوم مفرومين. وعندي هنا معلقتين كبار من الصلصة ضايفة عليهم نص معلقة صغيرة من السكر، وممكن معلقتين الصلصة دول يبقى فيهم معلقة من الصلصة الحارة، ودي اختياري على حسب ما انت عايزة.
وعندي هنا 3 من الفلفل الألوان الأخضر والأصفر والأحمر، لو عندِك نوع واحد بس اللي هو الأخضر ممكن تحطي منهم 3 وسط ما فيش أي مشكلة. أول ما أحط الفلفل هاطفّي على النار، لإن أنا مش عايزة الفلفل يتهري، أنا لسه هادخّله الفرن، فأنا أول ما هاضيفه هاطفّي وارفع الطاسة من على النار على طول. كده اللحمة كمان بقت جاهزة، نبتدي دلوقتي نعمل البشاميل. في حلة على النار هانزل بمعلقتين كبار من الزيت و5 معالق كبار من السمنة. وممكن نستبدل السمنة بالزبدة عادي جدًا أو نحط المادة الدهنية المتوفرة عندِك، ولكل معلقة من السمنة معلقة من الدقيق. يعني أنا حاطة دلوقتي 5 معالق كبار من الدقيق، وهابتدي بقى على طول أقلّب في الدقيق لحد ما لونه يبقى اللون الدهبي، يعني ما نشمش ريحة دقيق، نشم ريحة سِوَى. أول ما نحس إن الدقيق خلاص استوى بعد مثلًا دقيقة والّا دقيقة ونُص كده من التقليب، هابتدي على طول أضيف اللبن المتلج. أنا عاملة هنا 2 كيلو من اللبن الطازة متلج جدًا علشان ما يكلكعش معاكِ، لإن أنا كمان إيد باصوّر بيها وإيد باضيف بيها اللبن، فالمفروض إن أنتِ بتضيفي اللبن معاكِ مضرب، بتضربي على طول كده اللبن مع السمنة، يعني بتقلبيه حلو أوي علشان ما يكلكعش منِّك. بس لو حطيتِ اللبن ساقع جدًا، جدًا بالشكل اللي قدّام حضراتكم ده، مش هيكلكع منِّك خالص، لإنِّك هتقلّبي على طول، فاستحالة بإذن الله يكلكع منِّك. ولازم نقلّب من تحت لفوق كده علشان ما يعملش البشاميل قاعدة تحت تبقى ملسوعة، بالذات لو هتستخدمي كمان حِلَل من التيفال أو حِلَل جرانيت، فبتعمل طبقة كده محمرة كده من تحت، فإحنا لازم ناخد من تحت ومن فوق كده في التقليب علشان ما يعملش طبقة تحت، ويبقى كل لون البشاميل لون واحد ولونه رايق كده زي ما قدام حضراتكم. وبعدين على طول هضيف 400 جرام من الكريمة اللباني الطازة. ممكن نستبدل الكريمة ب 250 جرام من الجبنة الكريمي، وهنزود مع الجبنة الكريمي ربع كيلو من الحليب، يعني كمية السوائل كلها حوالي 2 كيلو ونص من السوائل، أو نستبدلها خالص باللبن، يعني نعوض الكمية 400 جرام دول نحطهم حليب. بس طبعا عايزة أقول لكم إن إضافة الكريمة بتخلي صينية المكرونة بالبشاميل في حتة تانية خالص، بتخلي طعمها روعة. وأنا كمان مدوبة معلقة قشطة كبيرة في الكريمة علشان أخليها تحفة أكتر وأكتر. ودلوقتي هنبتدي نتبل الجمال ده بمعلقة صغيرة ونص من الملح أو على حسب الرغبة لما تدوقي وتشوفي، ورشة من جوز الطيب، وتلات ورقات من اللوري اللي هو ورق الغار، ونص معلقة صغيرة من الهيل المطحون اللي هو الحبهان، ومعلقة صغيرة من السبع بهارات أو بهارات اللحمة. وبعد إضافة البهارات بتقلبي بقى وتشوفي جمال البشاميل اللي انتي عملتيه. تحفة يا جماعة، شايفين كريمي ازاي مفهوش أي تكتلات ورايق كده وتحفة، وريحته بقى مش قادرة أقولكوا تحفة بجد. هنستمر بقى في التقليب لحد ما نوصل بقوام البشاميل بتاعنا للقوام الكريمي اللي قدام حضراتكم ده. مش عايزين نسيبه اكتر من كده على النار علشان ما يربطش اكتر من كده، لازم يكون يعني بالشكل اللي قدام حضراتكم ده، لان هو لسه هيخش الفرن، فمش محتاجين ان هو يتقل اكتر من كده. وبعدين هنضيف بقى الإضافة الجميلة جدا اللي بتفكرنا بطعم وريحة البشاميل بتاع زمان، وهي البيض. بجد يا جماعة اللي ما جربش البشاميل بالبيض فايته كتير، جربوه وقولوا لي رأيكم. هنضيف 3 بيضات على كمية السوائل او اللبن اللي احنا حطيناها دي، وهنقلب بسرعة جدا لان طبعا البشاميل سخن، فلازم نقلب بسرعة علشان البيض ما يستويش في البشاميل. وبإضافة البيض كده البشاميل بتاعنا بقى جاهز، نبتدي بقى نروح للصينية اللي هنعمل فيها المكرونة البشاميل الخطيرة بتاعتنا. انا هعمل الكميه بتاعه المكرونه والبشاميل دي على صينيتين، ولازم تكون الصينيه بتاعه البشاميل لازم يكون السور بتاعها عالي علشان تستوعب كل كميه المكرونه والبشاميل اللي هنحطها. انا هنا حطيت اول طبقه من البشاميل، طبقه خفيفه كده، وبعدين دلوقتي الصينيه دي هبتدي ارصها بشكل معين كده علشان تطلع بنفس الشكل بتاع القطعه اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. هبتدي احط اول طبقة من البشاميل حاجة بسيطة كده، وبعدين ابتدي ارص المكرونة بالشكل اللي قدام حضراتكم ده ورا بعض كده. الموضوع عايز صبر شوية في الجزء ده، بس بجد يعني الشكل يستاهل. لما تطلعيها كده لو عندك ضيوف او عايزة تجددي على سفرتك، يعني بيبقى شكلها تحفة جدا وانتي بتقطعي القطعة. وبعد ما خلصت على كامل الصينية فردت المكرونة، هبتدي احط بشاميل كده اغطي بيه الطبقة الاولانية من المكرونة كلها، وبعدين احط طبقة تانية من المكرونة برضو بنفس الشكل ونفس الرصة، وبرضو اغطيها بالبشاميل بتاعنا بالشكل اللي قدام حضراتكم ده.
هابتدي بقى دلوقتي أحط طبقة اللحمة اللي عصجناها اللي ريحتها وشكلها وطعمها في منتهى الجمال. هابتدي بقى كده أقلبها الأول علشان الدهون اللي قعدت مطرح ما كانت مستنية دورها كده، هقلبها تقليبة كده وبعدين اخد بالمعلقة افردها على كامل الصينية بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. طبعا كمية اللحمة على حسب ما انتوا عايزين، ممكن تقسموا الصواني لصينيتين زي ما انا عملت، ممكن تحطوها في صينية كبيرة، ممكن تحطوها في 3 صواني او قوالب صغيرة زي ما انتوا عايزين. المهم ان من اساسيات المكرونه بالبشاميل ان هي ما تكونش الخلطه بتاعتها عاليه قوي، يعني يا دوبك رصه او التانية كده من المكرونه في كل طبقه. وبعد ما فردنا اللحمه مش هنحط بشاميل، وهنبتدي على طول برص المكرونه بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. وبعدين بعد ما اخلص رص المكرونه هضيف عليها البشاميل، وهرص رصه كمان من المكرونه، يعني دورين تحت من المكرونه وبعدين اللحمه وبعدين دورين فوق من المكرونه وبينهم طبعا البشاميل. وبعدين هغطي الصينيه بالكامل بعد ما خلصت خلاص بالبشاميل بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. وعلى الوش بقى ممكن نضيف رشه كده من حبه البركه، بتخلي الريحه والطعم في منتهى الجمال. بجد يا جماعه لو متوفره حطوا من حبه البركه على المكرونه بالبشاميل، بيبقى طعمها تحفه. وبكده اول صينيه بقت جاهزه، نبتدي نجهز الصينيه التانية. هاخد بقى كميه المكرونه اللي اتبقت، اللي هي نص مثلا كميه المكرونه اللي احنا عملناها من كيلو الا ربع، وهحط عليها شويه من البشاميل اللي فضل، وهقلبه كده تقلبتين تلاتة. وبعدين هجيب الصينيه اللي هعمل فيها الصينيه التانية، وهحط نص كميه المكرونه اللي احنا ضايفين عليها البشاميل في الاول، او ممكن نزود شويه علشان القاعده التملي بتاعه الصينيه بتاخد كمية اكتر شوية علشان نعمل حساب السوى من الطبقة الأخيرة يعني من المكرونة. وبعدين هضيف برضو البشاميل بتاعنا، وبعدين هضيف اللحمة. يعني هتبقى الطبقة الأولانية من المكرونة اللي احنا ضايفين عليها بشاميل، وبعدين هضيف بشاميل كده أغرقها بيه، وبعدين أحط اللحمة أفردها على كامل الصينية، وبعدين أضيف كمية المكرونة اللي باقية اللي هي طبعا مخلوط بيها البشاميل، وهسويها كده علشان السطح بتاع الصينية يكون متساوي، وبعدين أضيف باقي كمية البشاميل كلها. الصينية دي بقى احنا هندلعها شوية وهنحط عليها قشطة. بعد بقى ما نضيف كمية البشاميل بتاعتنا، هضيف بقى كمية كده من القشطة، الكمية المتوفرة عندك. انا كان عندي شوية حلوين كده من القشطة لان انا بحب برضو المكرونة البشاميل بالقشطة. تخيلوا بقى الطعم معايا كده قشطة وكريمة وحليب طازة بالقشطة بتاعته، تحفة يا جماعة. بجد لو عندكم قشطة حطوها على وش المكرونة البشاميل، هتستغنوا خالص عن الجبنات. يعني الوصفة بتاعتنا النهاردة بدون جبنات بس طعمها خطير. هبتدي بقى دلوقتي بعد ما خلصت الصينيتين هدخلهم على فرن حامي على درجة حرارة متوسطة، وهشغل الفرن من تحت ومن فوق، ويا دوبك نتابعها. اول ما تاخد اللون الذهبي ده من فوق ممكن نطفي الشواية ونسيبها تكمل سواها عادي. ممكن لو هتعملوها في صينيتين تاخد من 20 دقيقة ل 25 دقيقة. لو هتعملوا الكمية كلها في صينية كبيرة مثلا مقاس 40 في 60 ولا حاجة، يبقى هتاخد مثلا حوالي ساعة الا ربع في الفرن. وطبعا هنتابعها اول ما هتاخد اللون الذهبي الخطير ده هنشيلها على طول من الفرن. بجد يا جماعة إضافة البيض بتخليكي تستغني عن الجبنات اللي بتخلي وش المكرونة البشاميل تحفة وذهبي. البيض طعمه في البشاميل مش باين ولا في ريحة غير مرغوب فيها. بجد يا جماعة إضافة البيض للبشاميل مخلي صينية المكرونة بالبشاميل دي في حتة تانية خالص، ومخليها جوسي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لما تقطعيها بتبقى دايبة كده وسايحة في بعضها كده، ويعني مش ماسكة نفسها خالص، بتبقى طعمها تحفة. شايفين قطعة اللحمة عاملة ازاي مع الفلفل الملون؟ الشوكة بتبقى غرقانة كده بين البشاميل والمكرونة واللحمة والفلفل الملون والطعم الخطير. بجد يا جماعة لازم تجربوها، تحفة بجد. ودي بقى الصينية التانية بعد ما هدت شوية علشان نعرف نقطعها بالشكل المتناسق ده. بصوا القطعة عاملة ازاي تحفة لوحدها. وبصوا الرصة اللي احنا تعبنا فيها في الأول وصبرنا عليها شكلها عامل ازاي. يعني لو عندك ضيوف وعايزة تقدمي حاجة على سفرتك مميزة، يبقى تصبري شوية وترصيها الرصة اللي احنا رصيناها. هي مش بتاخد وقت قوي لو انت عملتي صينية وسط زي اللي احنا عملناها، بس بجد النتيجة فوق الروعة. طعم وشكل وريحة كل حاجة فيها بتقول أنا تحفة. بجد يا جماعة وصفة المكرونة البشاميل دي خطيرة، لازم تجربوها بقطع اللحمة دي وتقولوا لي رأيكم. إن شاء الله تجربوا الوصفة وتنال إعجابكم وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. ومن فضلكم لو عجبكم الفيديو شيروه لقرايبكم وحبايبكم على قد ما تقدروا. ومع ألف سلامة.